السلام عليكم، معكم سلوى طيري. مثل ما انتم تعرفون دائما إذا صارت لي حادثة أو شيء غريب دائما أحتفظ في هذا الشيء وأظل 6 شهور 7 شهور يلا أتكلم. لكن لو لاحظتوا هني أنا مجيت في بريطانيا صرت كل ما تصير حادثة أتكلم لأني في بريطانيا أتمنى يعني يتم الاهتمام في موضوع المكرمة. أمس صارت حادثة جميلة وتمنيت إني ما أتكلم فيها، لكن أنا أخاف بعدين أتكلم فيها ولما يجون يسألون الشاهد الوحيد على الحادثة هو رجل كبير في السن، فأخاف إنه يكون ذاكرته ما تساعده. أمس وجهت رسالة لأحفاد الملكة فيكتوريا وللملكة فيكتوريا، وتمنيت إن مثل ما تواصلت معي سنة 1999 أنها تتواصل مع أحفادها، وإنه يعني واحد فيهم يساعدني إن شاء الله هذا الشيء يصير. المهم اللي صار أمس وأنا رايحة مطعم، هذا صاحب المطعم من متابعيني، متابع فيديوهاتي فدخل علينا شخص أنا سبق فيديوهاتي وصفته، هذا الشخص سبق بفيديوهاتي وصفته، وحتى أمس وصفته وأنا أتكلم عن الملكة فيكتوريا أيضا وصفته كأني أذكر الناس. منو هذا الشخص اللي قلت لكم جاء عند فندق هيلتون، وكان نسخة من الملكة فيكتوريا، شبه الملكة فيكتوريا، وكان لبسه برنس وكان عمره بالأربعينات، وبنفس اليوم طلع لي في مدام توسي كان عمره 20 سنة وكلمني. هذا الشخص أمس دخل علينا في المطعم، طبعا لما شافه صاحب المطعم قال الله أكبر يا محمد، اخترع هو المسكين، كان قال له الأجنبي دونت وري يعني لا تهتم. المهم وبعدها طلب أكل وقعد. والله العظيم لما يتكلم هو هذا الأجنبي لما يتكلم، تعرفون اللغة الإنجليزية لما تكتبها بطريقة الزخرفة، لما تبدع فيها كأنك ترسمها رسم، لما ترسمها بإتقان وترسمها تزخرفها، كان يتكلم بطريقة كأنه يزخرف الكلام، يعني اللكنة مالته عمري ما سمعتها، أقسم بالله عمري ما سمعت أحد يتكلم بنفس هاللكنة هذه. حتى يعني أنا حضرت اللقاء بالتلفزيون مال الملكة فيكتوريا، مو الملكة فيكتوريا سوري، الملكة اليازابيث الثانية، كانت تتكلم إنجليزي بس مو مثل اللكنة اللي تكلمها هذا الرجل. حسيت لكنته كأنه سحبنا، يعني أنا بالنسبة لي كأنه سحبني وداني على العصور الوسطى. لكنة جميلة أقول لكم، يدلع الكلام كأنه يزخرفه. يعني هذا الشخص لو تقيمونه تقولون هذا ساكن بقصور، مستحيل يكون إنسان عادي. المهم جلس، أنا طلعت من المطعم، وطبعا المطعم قزاز، حاولت إني أبي أشوفه وما يبي يشوفني، يدنق، بس الملامح هي الملامح، الشكل هو الشكل. أنا تمنيت إنه مثلا رسالة يلمح لي شيء، لا هو كان مؤدب ويدنق، مؤدب جدا مؤدب، بس كان في وجهه ابتسامة جميلة. طبعا أنا طلعت ما أدري هو الأكل أكله ولا شيء، أنا لا طلعت لأني أنا كنت بشوفه بس مستحية، فقلت خلني أطلع هو بجنب القزاز أقدر أشوفه، كنت بشوف ملامحه عدل. فأظن هذه يعني أظن رسالة إن ممكن رسالتي وصلت، ممكن أحد من أحفاد الملكة فيكتوريا راح يتحرك. يا رب، هل هو من أوروبا؟ هل هو من أمريكا؟ هل هو من كندا؟ هل هو من أستراليا؟ هل هو من نيوزيلند؟ هل هو من روسيا؟ ترى روسيا فيها أحفاد الملكة فيكتوريا، قيصر كان أحد أحفاد الملكة فيكتوريا، من عائلة الملكة فيكتوريا أو أحفاد من الملكة فيكتوريا ما أدري. المهم بس يعني يا ترى منين راح يجي هالشخص هذا، ومنو هالشخص هذا؟ مع العلم أن مكرمتي أول ما طلعت لي وبعدين رحت للشرطة والشرطة سووا لها كمين، وتدرون أول شخصية قابلتها منو؟ ترى الأمير ويليام، ترى الأمير ويليام هو أول شخصية قابلته، وبعدين نسيت، وبعدين جاء مرة ثانية وقابلني أنا، لأن تطلع لي المكرمة فتخلي ذاكرتي ضعيفة، لأن يعني المهم، فهي بالبداية اختارت الأمير ويليام،
فيا ترى لا زالت هي مصرة على الشخص هذا؟ لكن أنا بوجه رسالة للأمير ويليام، الإنسان اللي يحبك دائما يتمنى لك الشيء الحلو، اللي يعزك ويحترمك دائما يتمنى لك الشيء الحلو. أما الإنسان اللي بس يبي المصلحة منك دائما يغرك حتى لو تخطأ. سمو الأمير ويليام، أنت تبي تدفع العالم كله ضريبة موتة أمك. يعني لما أنا ابتديت أوجه لك رسائل على أساس المكرمة واكتشافها، أنت بديت تتكلم عن أمك وعن وفاتها، وكل مدة تجيب نفس الطاري، كأنك تبي تدفع الناس العالم على وفاة أمك. يكون معلومك العالم كله بتشع عليها. الناس قعدوا في الشارع، الناس سووا بحر من الورد لوفاة أمك. الناس ما لهم ذنب. الناس لما أنت كنت تمر عليهم وأنت صغير كانوا يمسكون إيدك يبوسونها. نسيت هذا كله؟ شو ذنبهم هالمساكين؟ ما لهم يد في اللي صار. فيعني إذا أنت بتقول أنت عربية يا سلوى مسلم، معقولة أنت ما احتكيت في عرب مسلمين؟ أنا التقيت مع كثيرات نساء ورجال التقوا معك. سمو الأمير ويليام، أنت قلت لي مرة أنت راح تفضحيني. طيب منو اللي لما قابل شخص جاب له صحفي، أنا ولا أنت؟ أنت مو جبت لي صحفي وأنا بعدين خفت من اللقاء؟ فيعني منو اللي قاعد يفضح الثاني؟ سمو الأمير ويليام، أنا أتمنى إذا هي المكرمة ما اختارتك، على حسب ما جتني معلومة إن أنت أول شخص قابلتني بعد ما المكرمة مسكتها الشرطة، يعني هي اختارتك أنت. فليش ما يعني تساعد البشرية؟ إذا أنت تحب أمك المفروض تمشي على أفكارها، إنها كانت إنسانة خيرة وكانت إنسانة تحاول دائما تنهض في المجتمعات. إذا أنت بتقول أنت عربية ومسلمة، أنا أرجع وأقول لك مو معقولة ما في عندك موظفين عرب ومسلمين؟ أنت يمكن زعلان مني عشان أنا في فترة بقناتي وجهت لك رسائل على شكل حب. أنت شايف سلوى فزاع غنيت له، ما أدري منو غنيت له، يعني مو يعني أنا إذا استصعب علي شخص إني توصل رسالتي أوصل رسالتي بطريقة الحب. لكن جيت للحقيقة وحقيقتي، أنا أحترمك أكثر من كذي. لا، أنا أحترمك وأعزك وأتمنى لك الخير. ما دام المكرمة اختارتك بقى أنت فيك خير. أنا أرجع أقول لك يعني اليوم أبسط موقف، القطوة مالتي قامت تتكلم صوت قلت لو يتحقق تنبؤات أمسترداموس لما قال في يوم من الأيام الناس راح يكتشفون جهاز يكشف لغة القط. فكنت يعني أنا أتمنى يتم اكتشاف شغلات كثيرة، اختراعات وأفكار وأشياء تفيد البشرية. ما لنا شغل في الحروب، ما لنا شغل في العالم هذا كله. إذا أنت متخوف من التعامل معاي ومن التعامل مع المكرمة، أكيد عندك صديق تثق فيه، هذا رجل محترم تثق فيه، خلاص خليني أشتغل معاه. لكن لا توقفني وتوقف الشغل وتوقف كل شيء وتتذكر أمك وليش ماتت أمك وتدفع الناس. أرجع أقول لك الناس قعدوا في الشارع عشان موتة أمك، الناس قطوا الورود عشان موتة أمك، الناس قاموا يبكون. شو يسوون أكثر من كذي؟ شو يسوون أكثر من كذي؟ ما لهم ذنب الناس. وهي ماتت بسمعة زينة، ما ماتت رافعة سلاح ولا ماتت تحدت أحد ولا دفعت أحد ضريبة شيء. هي كانت بأخلاقها الحلوة حبوها الناس. ولا في أحد في العالم راح يصير مثلها، دائما مميزين ما يتكررون. ولا أحد في العالم راح يصير مثلها، صدقني.